السلام عليكم، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. ما تكوني مستعجلة على الأكل، تعالي معانا نشوف الأكلة دي بتتعمل في 5 دقايق بالظبط. معانا الخضروات اللي انتوا شايفينها: بصل وفلفل وهريسة وفلفل أخضر وفلفل أحمر وطماطم. وحطيت معاهم ملح وفلفل وسماق وبهارات فراخ وبابريكا. وابتدي بقى ايه ادعك البصل كده على جنب زي ما انتوا شايفين. انا بحاول ان انا ما استعملش مواعين كتيرة، عشان احنا قلنا دي اكلة سريعة. وابتدي بقى ايه اخلط كده كل الخضار بتاعي مع ورقة لورا كده زي ما انتوا شايفين، وحبهان مطحون. تمام. معايا بقى كده بطاطستين بالعدد، قطعتهم شرايح زي ما انتوا شايفين كده، واحطهم برضو اشبعهم بنفس التتبيلة اللي انا عملتها. اللي نسي اللايك يحط اللايك واشترك في القناة ويفعل الجرس ويجرب الاكلة دي بقى ويدعيلي. تمام كده. عايزة اقول لكم الريحة، مش يعني لما بتدعكي البصل بالتوابل الريحة بتبقى فظيعة، التوابل ريحتها بتطلع. معايا بقى كده 3 قطع فراخ كده، اي حاجة بقى عندك. حطيتهم بقى، غسلتهم وصفيتهم كويس، ورحت مشرحهم كده بالسكينة عشان التتبيلة تدخل جواهم. وابتدي بقى امسك كده البصل وادعك بيه برضو الفراخ بالشكل ده كده، سريع سريع كده زي ما انتوا شايفين، ما خدتش مني اي مجهود ولا اي وقت خالص. تمام كده. خلاص كده خلصنا. وطبعا انا نسيت اقول لكم ان انا حطيت آه قطعة توم مفرومة، واعصر كده ليمون كده على وش الفراخ عشان تديني اللون الوردي اللي انتوا هتشوفوه في اخر الفيديو. تمام. هحط بقى كده كام معلقة صلصة طماطم كده عشان تحمر لي بس الصينية. صينية بطاطس بالفراخ ما خدتش مكونات كتيرة، ومش قادرة اقول لكم سريعة قد ايه وطعمها قد ايه حلوة قد ايه. معايا بقى كده قطعة زبدة برضو حطيتها على الوش بالشكل ده كده، وامسح بقى كده جوانب البايركس بتاعي كده زي ما انتوا شايفين. واروح بقى حاطه البايركس بتاعي يغلي على النار، وكل الفرن والعه وسخنه. واغطيها بقى بورق سيلفر، وتطلع معانا بالشكل ده كده. شايفين شكلها تحفه. جربيها وقولي لي رايك ايه فيها. مش قادره اقول لكم ريحتها وطعمها فظيع. في اثناء ما الصينيه بقى في الفرن عملت شويه رز ابيض زي ما انتم شايفين كده، وحطيت بقى نغرف طبقنا. تحطي بقى كده جنب الرز قطعة الفراخ بالبطاطس. لو حبيتي بقى تعملي شوية سلطة جنبيهم، تبقى مش قادرة اقول لكم اكلة سريعة، وحتى لا ممكن تشرفك قدام اي ضيوف تدخل عليكي. يا رب فيديو النهاردة يكون عجبكم. نتمنى لايك للفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واسيبكم في رعاية الله احلى واغلى متابعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.